السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أبطال سنة تانية، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم مس لميا، والنهاردة هنبدأ في يونت 4 الوحدة الرابعة. العنوان بتاعها بقى إيه؟ يلا بينا. الوحدة الرابعة كلها عنوانها every day. ال A والواي بنطقها A. every day lie هنطق الآي لأن الإي قاعدة في الآخر. life every day life. أقسم الكلمة كده، هقسم every day كده يبقى every day life معناها الحياة اليومية. خلاص كده. every day يعني حاجة بتتعمل كل يوم، ولايف يعني حياة، يبقى الحياة اللي أنا بعيشها كل يوم. دي يونت 4. هنطلع بقى ناخد lesson 1 الدرس الأول بعنوان my family. قديم قوي. مين بقى يرد عليا قبل ما أنا بقى أقول الشرح بتاعنا؟ my الحاجة اللي بتيجي وراها بتكون ملكي، يبقى family عائلتي أنا. يلا ناخد بقى العيلة. أب يعني father، وقلت لك قبل كده قبل ما ياخد العيلة لازم أقول لك إن التي والاتش هنا أنطقها the father. ممكن أقول dad. أمي يعني mother والإي mother. ممكن أقول أخ يعني أخ يعني brother. أختي يعني sister. أوعى تنسى إن الإي والآر بننطقها ر. جد يعني grandfather. جدة يعني grandmother. grandmother. ممكن على الجدة أقول grandpa، والجدة أقول عليها grandma بدل ما أقول father و mother. دي صح ودي صح. أوكي كده احنا خدنا family العائلة. هنطلع هنقابل بعد كده هذا أو هذه، يعني this is التي والاتش انطقها ذا. this is يعني هذا أو هذه. this is من. السؤال بتاع من who. الدبليو هنا هي اللي اتضربت، الأو ضربتها، يبقى هنطق بس الاتش والأو. who من هو. شجرة العائلة، عائلة يعني family، وشجرة يعني tree family tree. لعبة يعني game والإي في الآخر منطقهاش. لعبة يعني game طويل tall. عرفت منين؟ ال A لما بيجي المقطع ده على بعضه ال A double L، ال A لما بيجي وراها double L 2 L بنطقها O، أشيلها وانطقها O، يبقى all tall. أفراد العائلة، عائلة family. طب يعني ايه بقى كلمة أفراد؟ الناس اللي جوه العيلة، الأب والفادر والمذر والبراذر، كل دول ايه؟ كل دول أفراد، ناس بني آدمين جوه العيلة. بسميهم ايه بالإنجلش؟ بص كده في member من غير الاس اللي في الآخر. member فرد واحد في العيلة، يعني الأب بس، الأم بس. لكن لما أحط في الآخر اس البلورال، اس الجمع، فبقول members معناها أفراد بقى كتير، العيلة كلها بقى. لعبة يعني toy. اوعى تنسى الأوي توي. طيب أو عطوف يعني كاي بالآي، عشان أنا عارفة بينطقوها ازاي. لا عطوف أو طيب kind. ورايا كتير وأنا بنطق. يلا بينا بقى ازاي أسأل عن حد جوه العيلة. أسأل عن حد ده يميس يعني شخص، صح؟ طب ما يميس، ما احنا واخدين ان لما بسأل عن شخص او بني آدم بقول من، ومن يعني هو. من يكون. طب ما يكون يميس اللي هي is verb to be. يكون يبقى who is من يكون this هذا، أو who من is يكون who is من يكون this من تكون هذه، لأن this تنفع للراجل وللست، تنفع للولد وللبنت. this هذا وهذه. ممكن كمان ما اقولش this، ممكن اقول بالظبط بدل ما اتلخبط ممكن اقول he لو هو بشاور على واحد، او she لو بشاور على واحدة بنوتة. who is he من يكون هو. who is she من تكون هي. يبقى is يعني يكون أو تكون، وهو يعني من. يلا بينا بقى نسأل ونرد. هناخد السؤال بالإجابة، السؤال والإجابة في وشه على طول. who is this من تكون هي. فاعمل ايه؟ فاكر كنت بقول لك نجاوب ازاي؟ لو السؤال بتاعنا فيه
this و is اخطفهم، اخطفهم، خدهم وحطهم في الأول عندك. يبقى أنا لقيت this ولقيت is أخدهم أهو. This is my grandmother. هذه تكون جدتي. This is هذه تكون my sister أختي. This is هذه تكون my mother أمي. خلاص يبقى this is قول this is هذا أو هذه وجيب وراهم الشخص اللي أنت عايز تتكلم عنه في العيلة. نيجي هنا يلا بينا ناخد ضماير الملكية. الملكية يعني إيه ملكية؟ حاجة ملكي أو حاجة مش بتاعتي بتاعتك أنت أو مش بتاعتنا دي بتاعته هو الولد اللي هناك، بتاعت البنت دي بتاعتنا كلنا. أعمل إيه؟ لازم أجيب قبل الاسم اللي أنا هتكلم عليه. أنا مثلا إيه لقيت كتاب، لقيت بوك، لازم أحط قبله هو بتاع مين؟ قبله عشان لما نيجي نرتب قبله. خلاص يعني مثلا أنا عندي أهو بوك، نجيب اللون ده، عندي بوك أو كتاب بوك، كل ده بوك كتاب. بص قبلهم كده هو حط بعده؟ لا هو حط قبله بتاع مين؟ ماي يبقى بتاعي أنا ماي بوك. his بتاعه هو his book. her book كتابها هي. خلاص my book كتابي، his book كتابه، her book كتابها. طيب ايه تاني؟ دلوقتي انا لو بتكلم على حاجة غير عاقل، يعني مثلا ايه شفت ديل طالع من تحت الكرسي ومش عارفة الديل ده بتاع ايه، فبقول هو ده ديل مين؟ فقال لي ده ديلها، ديل القطة بقى، ديل اي حاجة بقى، ديل الكلب، ديل اي حاجة. فبقولها بقى اقولها ازاي؟ مش هقول it، هحط الايت اس، يبقى اقول its tail. بص كده هقول its tail. طيب لو الكتاب اللي انا لقيته ده البوك ده ما طلعش بتاعي، طلع بتاعك انت، فهاخد الكتاب واروح لحد عندك واكلمك في وشك واقول لك your book. اقول لك ايه؟ your book. يبقى لما اكون بكلم حد في وشه لازم اقول له your book. طب والله العيلة دي مش عيلتك انت لوحدك، ده عيلتنا احنا كلنا. لما نكون كلنا مع بعض بنتكلم ونقول ايه؟ our family. الاو واليو بننطقها او، الاو واليو بنطقها او. يبقى اقول ايه؟ او our family. طب والله العيلة دي مش عيلتنا احنا، دي عيلتكم انتوا، عيلتهم هم الناس اللي هناك دول اللي بعيد عننا. اقول their family. طب والله المدرسة اللي هناك دي مدرستهم، يبقى اقول their school. حاجة مش بتاعتنا دي بتاعتهم هم، فاقول their. تتحفظ صفات الملكية، بتتحفظ. اوكي اخدت this is. خلاص كده يلا بينا. بص يا سيدي انا دلوقتي عندي مثلا خلينا نقول عندي كورة يرسم لك كورة، والكورة دي بتاعت الولد ده، بتاعت علي، الكورة بتاعت علي. خلاص كورة علي، فانا عايزه اقول ان الكورة دي بتاعت علي. اعمل ايه؟ بقول الاول البني ادم صاحب الكورة، اقول الشخص صاحب الكورة دي كورة مين؟ علي. بقول اول حاجة علي. طيب وبعد كده اكتب جنب علي الحاجة بتاعته، ادي علي وجنبيها البول الكورة بتاعته. بس ما ينفعش اقول علي بول علي كورة. امال اعمل ايه؟ في النص بين الاتنين احط apostrophe s، ضمة من فوق كده، ضمة اللي هي اسمها apostrophe، اللي هي ضمة بالعربي apostrophe بالانجلش apostrophe s. يبقى Alice بول كورة علي. ايه ده؟ يعني الفكرة كلها ان الابوستروف ده هو كل الموضوع، هو اللي بيقولي ان دي كورة علي. يبقى اول حاجة بنجيب اسمه. تعال نشوف هنا المثال ده. بص قال ايه؟ قال احمد الاول، قال صاحب الحاجة الاول احمدز وحطوا apostrophe s. احمد كار عربية احمد. منال بايك عجلة منال. عمر باج يعني ايه؟ عمر's باج يعني شنطة عمر. شوفنا كده نجيب الايه؟ البني ادم الاول اسمه الاول. يلا بينا choose the correct. مهم قوي ده هعمله معاكم، انتوا عارفين بحب الحاجات دي قوي. اختار نقط is this. طيب انا مش هحل غير لما اشوف الاجابه. ما ينفعش تختار اداه استفهام غير لما تشوف الاجابه. لو الاجابه فيها بني ادم قول هو، فيها مكان قول where، فيها وقت قول when. تمام؟ في كتير من حبايبي اللي يتفرجوا على الفيديو ده الطلبه بتوعي هيبقوا عارفين ادوات الاستفهام معناها ايه.
This is my father. يبقى هنا في بني آدم، يبقى أقول who is this؟ من هذا؟ طيب أقول ليلى بنسل، ليلى قلم، ولا ليلى's pencil؟ ليلى's قلنا apostrophe اس بتاعت الملكية. This is you mother، you أنت mother، ولا your mother مامتك؟ your mother ملكية. I have أنا عندي a hat، أنا اللي عندي I have a hat. يبقى الهات دي بتاعت مين؟ أقول I a hat أنا طاقية، ولا my hat؟ my hat قبعتي طاقيتي. مينفعش أقول I أنا هات. عشان كده مهم قوي إن أنت تترجم في الإنجليش من إنجليش لعربي عشان تعرف تحل كويس. يلا بعد كده هنا بقى family tree شجرة العيلة، وجايب لك قواعد. اكتب homework الكلمات اللي خدناها النهارده انزل بيها. activities بقى الأنشطة بتاعتك يا حلو، دي الأنشطة بتاعتك. طيب تعالى بينا كده بسم الله الرحمن الرحيم. عندي أول حاجة الحاجات اللي أنا بحب أحلها معاك، أحل معاك كام واحدة منهم كده. بص يا سيدي، أول حاجة who is، بص أعلم أهو who is من يكون this هذا. who is this من يكون هذا. طب this فين أختها مش قاعدة جنبها ليه؟ this is يبقى is. طب ده سؤال لازم يبدأ بأداة استفهام، ما عنديش غير who is this، who is this. خلاص كده. طيب يلا بينا نكمل نطلع فوق. بعد كده هيديك هنا اختيارات، تمام، وبعد كده هيديك الترتيب تحله. لو عاوزت اي حاجه ابعت لي كومنت على الصفحه وانا هشوف معاك اللي انت عايزه. بس كده احنا كده عند كده lesson 2 ان شاء الله. يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم نكمل lesson 2. سهله مفيش اي حاجه خالص، عشان كده هاخدها مع lesson 1. lesson 2 بعنوان الأه والأ، long او، بس هنا بقى اللونج فبقول او. طب لما يكون الحرف دوت long انطقه ايه؟ انطقه يو. تعالوا نشوف. اول حاجه الاو، يلا بينا. الاي لما بتقعد في الاخر ما بننطقهاش. يلا بقى جاوبوا عليا بسرعه اللي عارفيني. الاي لما بتقعد في الاخر ما بنطقهاش، بتساعد صحابها عشان يقولوا اسمهم بس. فالاو هتقول او، واليو هتقول اسمها يو. يلا بينا. نوز انف. روز ورده. كيوب مكعب. جلو اللي هو الصمغ. يلا بينا. ريد احمر. نت شبكه. كب اللي هو الشبل صغير الاسد ابنه النونو بتاعه. جيم لعبه. كده خلصنا، وده الهوم ورك هتلاقيه بعد كده. استناني بقى ان شاء الله الفيديو الجاي وانا بشرح لك ان شاء الله lesson 3. مع السلامه، باي باي يا حبايب وحبيبات القلب.